أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ترى المغرب زامبيا بتقدم الأسود بهدفين نظيفين. ورحب من جديد بمحلل قنوات بين سبورتس، وأمامك الصورة كابتن يوسف. شوط مميز، هذا هو المنتخب الذي رشح ويرشحه كثيرون للتتويج باللقب. نعم أمين، أظن اليوم شاهدنا أفضل شوط في هذه البطولة فريق منتخب المغرب. بدأ بشكل جيد، توقيت الهدف كان مهم جدا، في التوقيت كان في الدقيقة الثانية، ثم الهدف الثاني في الدقيقة 26 شاهدنا تنوع الهجمات الجهه اليسرى والجهه اليمنى، وهذا اللي تكلمنا عليه. دخول الزلزولي اعطى اضافه اكثر، اصبح هناك توازن. الجهه اليمنى فيها ابراهيم والشيبي كذلك مع الثلاثي صيباري، والجهه اليسرى فيها ثلاثي كذلك المزراوي مع اللاعب الزلزولي، بالاضافه الى اناحي. دائما المثلثات، وشاهدنا دائما الاختراقات على الاطراف دائما هي الحل، والاهداف كلها جاءت عن طريق الاطراف. الزلزولي لاعب مميز، قدم شوط رائع. وسط الملعب كان مميز، لا صيباري ولا حتى اللاعب أناحي. الدور العناوي كان مهم جدا، لأنه يعني اليوم لعب دور كبير. نعم. وهو دائما بقى أمام المدافعين، دائما يعطي حماية أكثر للمدافعين، وبالتالي سيطرة واستحواذ كبير. والأهداف، نعم، عندما تكون عندك الكثافة في منطقة دائما هناك أهداف. وشاهدنا كم لاعب كان موجود عندما سجل اللاعب الكعبي. دائما عندما يكون الزلزولي يشوف يدخل الكعبي، ثم ياتي كذلك اللاعب ابراهيم، وهذا صحيح. مهم جدا. شوف 3 مدافعين تقريبا، 4 مدافعين. رغم ذلك الدخول الى العمق، رغم ان الكعبي لم يلمس الكره، لكن المتابعه المهمه والجيده من اللاعب ابراهيم، اللي انا في اعتقادي سيكون ان شاء الله نجما في هذه البطوله. ابراهيم دياز اخذ ثقه اكبر، تسجيل المباراه الثالثه على التوالي، شوط مميز، وحتى التعديلات التي قام بها الركراكي على مستوى المراكز والاسماء الى حد الان اعطت اكلها. تفرق كثير اكيد، تلعب اللاعبين في المراكز ديالهم وما تلعبش نفس نوعيه اللاعبين في نفس الاماكن. حررت بعض اللاعبين، حررتي عيناوي، حررتي وناحي، الصيباري ايضا عدتي لمكانه، الزلزولي شفناه في الهدف كيعطي العمق. هادشي كله لاعب كيكمل الاخر. شوف الزلزولي العمق اللي كيعطي. في بعض الاوقات اللاعبين اللي كياخذوا الكره في الرجل ما كيعطوكش العمق، من تما الا خسرات الكره كترجع عليك مباشره كمرتده. اعطى العمق. وشوف حتى في التمريرات الزلزولي قدم شوط رائع جدا، لانه اعطى الحلول، اعطى العمق، اعطى الاشارات ان هذا الفريق مش لازم انه يتقدم للامام، لانه فيه لاعب، عندك لاعب الزلزولي اللي كياخذ المساحات. في الجهه الاخرى كاين شيبي اللي قدم الشوط الاول كانه اساسي منذ زمان مع المنتخب المغربي، دفاعيا وهجوميا. دفاعيا وهجوميا. لا اسمح لي، شوف بعض الاوقات لازم نحترم المنطق، والمنطق ان كل واحد يلعب في مكانه، وكل واحد نعطيه حقه اللي لازم ياخذه بدون عاطفه. نعم. لان شفنا هذا الشوط الاول منذ وقت طويل لم نجد ولم نرى المنتخب المغربي يلعب بهذه الطريقه. هذا هو المنتخب الذي رشح. هدف الى تتذكر مباراه غانا، مباراه الجابون، المغرب اللي ربح في الجابون، فاكر؟ اللي ربح ب5 في الجابون. نعم. هذه مثل هذا ذكرتني بهذه المباراه. نعم. بهذا الاستحواذ، بهذا الانتشار، بهذا العمليه، الخطوط متقاربه. لان حتى عندما كانت كتضيع الكره كانت هناك نعود الى 4-1 4-1. نعم، كانت الخطوط متقاربه مما يسهل عمليه الافتكاك، وما اللاعبين وسط الميدان ما كيتعبوش كثير. انا اظن بان عندنا للتوازن، عندنا للضوابط، ولذلك فقدمنا مباراه جميله. كابتن حاتم، هل هذا الشوط المميز من العناصر المغربية راجع إلى التغييرات كما أشرت في الأسماء وكذلك في تمركز بعض اللاعبين، أم إلى ضعف المنافس الزامبي؟ لا أكيد المنتخب المغربي ظهر بشكل جيد. يعني أكيد التغييرات لها دور فيما شاهدناه في الشوط الأول، إضافة إلى أسلوب المنتخب المغربي كان جيد جدا، ولم يعطي المساحات المنتخب الزامبي للخروج. حتى لما يخسر الكرة المنتخب المغربي كان يفتكها ويستعيدها بسرعة، وهذه من نقاط قوة، ولا تسديدها على مرمى المنتخب المغربي. هذا نجاح كبير على المستوى التكتيكي وعلى المستوى الفني. إضافة لما نتكلم عن المستوى الهجومي، استطاع أو وفق في التسجيل في الدقيقة 9. وهنا نتكلم على الكعبي الهداف القناص، لانه الهدف ليس سهل. الهدف الاول من وسط 3 لاعبين سجل الهدف. ديازي اللي متميز قدم في اداء جيد، وانا اعتقد الزلزولي اذا ياخذ الثقه في النفس ويلعب سيكون افضل، لانه عنده افضل مما شاهدناه في الشوط الاول. وصحيح عنه ناحي مرر له بشكل جيد وقام بالاسيست لدياز وسجل الهدف الثاني، لكن ما شاهدناه من الزلزولي هذا 60 في الجزء 60 او 70. وللامانه حتى اناحي ولا يزال لديه الكثير حقيقه. هو اللي يميزني واللي شاهدت الاكثر كل لاعبين وكل طريقه والاسلوب وكاين رده الفعل. اللي يعجبني اكثر هو تحس ان ابراهيم تحرر اكثر،
يبعث رسالات. نتمنى ان الونسو يكون يشوف المباريات، لان الزلزولي، لان ابراهيم يحتاج الى وقت، إلى ثقة إلى أكثر. ثقة اكثر، وبالتالي نعم. يعطيك على ارضيه الملعب بشكل افضل. وواضح مشاهدينا أن كبرياء المنتخب المغربي جرح بعد التعادل أمام مالي، لذلك شاهدنا انضباط وجرينتا كبيرة من هؤلاء الشباب الذين قدموا شوط مميز من انتصار إلى حد الآن بهدفين نظيفين. فاصل ونواصل. ترتيب هذه المجموعة إلى حدود اللحظة، المغرب في الصدارة ب7 نقاط، متبوعا بمالي المنتخب الذي لا زال متعادلا بعد نهاية الشوط الأول أمام جزر القمر يتوفر على 3 نقاط، زامبيا بنقطتين وجزر القمر كذلك. إذن هدفان دون مقابل مشاهدين لصالح المنتخب المغربي. وكابتن عزيز، كنت تريد الحديث عن دياز ونحن نتابع ابتسامة الزلزولي ونصائح الركراكي. اكيد زلزولي اعطى اضافه كبيره جدا، اخذ المساحات، اخذ العمق، مما سهل على اللاعبين في وسط الميدان انهم يجدوا ايضا مساحات للمسانده. ابراهيم قبل هذه البطوله كان دائما علامه استفهام، هل سوف يكون في الفورمه؟ كان خارج الفورمه حتى مع مباراه المنتخب، مع انه سجل 7 اهداف في نعم. تصفيات. لكن ليس هو اداء ابراهيم، لكن شفنا ابراهيم سوبر ستار في هذه ال3 مباريات، رائع جدا. الان المنتخب المغربي لازم انه يكون مركز على الاهداف وهو بعجاله. كابتن يوسف، ما المطلوب في الشوط الثاني؟ إضافة هدف آخر وإعطاء فرصة أكثر. أنا أظن ليش هدفين وثلاثة؟ ثالث، بعدين يدخل حكيمي ونزيدوا الرابع. لا لازم حفاظ على التركيز والتوازن، لأن هذا التوازن هو اللي غنحتاجوه في المباراة القادمة. نعم. كابتن حاتم، مفروض انه المعنويات مرتفعه، البحث عن تسجيل اكبر عدد من الاهداف. لابد ان يستمر المنتخب المغربي على مستوى الضغط ومستوى استغلال الفرص. المنتخب الزامبي ظهر عاجز على الخروج من مناطقه لضعف امكانياته، واعتقد في انتظار حكيمي ان يدخل كي نشاهد حالته الصحيه وهل قادر ان يستمر كاساسي في المباراه القادمه. واكد وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي ان افضل لاعب في افريقيا وسادس افضل لاعب في العالم ستكون له بعض الدقائق للمشاركه والدخول الاجواء والعوده إلى الفورمة، وهذا ما تتمناه الجماهير المغربية من قائدها أشرف حكيمي. سنعود الآن مشاهدينا إلى أجواء الشوط الثاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقدم منتخب المغرب ضد زامبيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات الشوط الأول من مباراتهم المقامة بينهما حاليا على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات في بطولة كأس إفريقيا 2025 المقامة حاليا بالمغرب. جاء هدف الشوط الأول عن طريق الثنائي أيوب الكعبي وإبراهيم دياز في الدقيقتين، الدقيقة 9 والدقيقة 27 على التوالي لصالح فريق المنتخب المغربي. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. شكرا لكم على المتابعة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك لنواصل العمل. شكرا.